دي سيريا معايا اهي كده، السيريا نورت. هنبدأ طبعا ده الطرف المشترك، هنبدأ نقيس هنا كده، هنخف الإضاءة كده عشان نشوف السيريا مع بعض. هنبدأ نقيس هنا كده على الأصفر دي سرعة كده، اللمبة أضاءت معانا اهي. هنقيس على السرعة التانية، اللمبة أضاءت معانا. هنقيس على السرعة التالتة، مفيش سرعة تالتة. تمام، يبقى كده أنا عندي الطرف الأبيض ده اللي هي السرعة التالتة فاصلة معايا. طيب هنبدأ بقى نشوف كده الأبيض فاصل مع المشترك. هنشوف بقى الأبيض ده فاصل مع الطرفين التانيين من السرعات ولا لأ. كده أنا وصلت طرف السيريا مع الأبيض أهو، وهنقيس كده مع السرعة دي مفيش، وهنقيس مع السرعة دي مفيش. طبعا احنا قسنا مع المشترك برضو ما كانش فيه. تمام، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب كابل السيريا، ده كابل السيريا اهو. هنبدأ بقى مش هنقيس من هنا من الأطراف، من هنا هنقيس من هنا على الأبيض برضو اهو، وهنقيس مع السرعة كده. السرعة دي قاست معايا اهي. طيب والسرعة التانية قاست معايا. طب ومع المشترك بيشرز معايا، يبقى قايس كده برضو معايا. تمام اهو كده قاست معايا. يبقى الفكرة كانت في ايه يا اصدقاء؟ الفكرة كانت في الكابل من هنا، هنا في كسر في الكابل. فطبعا دي كده انا حبيت اوضح لحضراتكم ان الكابل كده ما تستبعدوش، لان احنا قسنا من هنا كنا ممكن نقول ده في قطع في الملفات جوه، لكن لازما الخطوة التانية لازما ان انت تقيس مباشرة من بداية السلك. يعني انت قست من هنا وما لقيتش فيه اتصال مع السرعات مع بعضها او مع المشترك، لا تقيس بقى من بداية توصيل السلك وتقيس مع بعضهم، لان دي كده خدع معاك. ممكن الكابل مادام متني كده يبقى في قطع ولا حاجة، فمش قايس معاك من هنا لكن قايس معاك من هنا. بس في الحالتين هو كده الموتور برضو مش شغال معايا. بس انا حبيت اوضح لحضراتكم النقطة دي، ان الكابل طبعا كده مش قايس معايا من هنا لكن قايس معايا من هنا، كله مع بعض قايس. فكده الموتور كله مفيهوش اي قطع، لانه قايس معايا هنا ومش قايس معايا من هنا. يبقى انا عندي دلوقتي مشكلة في الكابل، والمشكلة التانية ان الموتور مش شغال. تمام، هنبدأ بقى نشوف الموتور مش شغال ليه. قبل ما افك الموتور ونشوفه مش شغال ليه، هنبدأ نقطع الاسلاك من هنا، من عند قبل القطع ده كده او قبل التانية بتاع الكابل، عشان نضمن ان هنا كده الاسلاك كلها سليمة معايا ما فيهاش مشكلة. هنقطعه كده ونشوف مع بعض. كده قطعت الكابل يا اصدقاء، وقست الاطراف من هنا مش من هنا، قاسوا كلهم مع بعض، مفيش اي مشكلة كده في الملفات، لكن الموتور مش شغال. هنبدأ بقى نشوف الموتور مش شغال ليه. هنفك الموتور ونشوفه مش شغال ليه. بعد ما فكيت الموتور يا اصدقاء، طبعا دي الملفات قستها تاني كويسة ما فيهاش مشكلة. هنا بقى الموتور هو اللي قافش في الجلب. فهنبدأ طبعا شايفين التراب هنا قد ايه، فهنبدأ طبعا نظبطها كده ونزيتها ونمسح التراب ده ونشوف مع بعض الموتور هيعمل معانا ايه.